الذاكرة الكاذبة دي يا صديقي معناها حاجة مهمة جدا. مخك ما بيفتكرش الحقيقة، ده بس بيفتكر نسخته هو من الحقيقة. علشان كده يا صديقي ما تستغربش لما تلاقي شخصين كانوا مع بعض في موقف معين وكل واحد قال رأيه بوجهة نظر مختلفة. احنا بنعيش في عالم مليان روايات، كل واحد فينا عنده فيلم مختلف لنفس اليوم. وده مش ضعف، ده جزء من الطريقة اللي مخك بيحميك بيها من غير ما تحس. الدماغ بيعيد صياغة الحكايات علشان ما يطلعكش انت اللي غلطان وتحس بالألم. يعني يا صديقي لو انت غلط في اي موقف ما تستغربش لما تلاقي مخك عاد ترتيب السيناريو علشان يطلعك انت صح وما تحسش بألم نفسي. بس الخطر هنا لما تبدأ تصدق الكذبة دي اكتر من الحقيقة. علشان كده المرة الجاية قبل ما تقول انا متأكد، اسأل نفسك سؤال بسيط: هو انا متأكد فعلا؟ هقول لك والله يا صديقي انا مش عارف، بس اللي انا متأكد منه ان انت هتعمل لي لايك وسبسكرايب. سلام يا صديقي.